السلام عليكم. فجأة كده لقيت الناس طالعة تتكلم عن الدكتور محمد الغليظ وعمالة تقول عنه واحنا اللي كنا فاكرينك كويس وظهرت على حقيقتك ودلوقتي انت كمان طالع تطبل. فاستغربت الكلام وقلت ادخل اشوف ايه الحكاية. المهم دخلت ولقيت الموضوع ان الدكتور محمد الغليظ عمل فيديو على قناته في بث مباشر وكان عنوانه هو ليه الشيوخ ساكتين عن الحق او عن كلمة الحق. المهم كان في حاجات قالها كانت مظبوطة في الفيديو ده وفي حاجات برضو قالها كانت غلط ومحتاجة توضيح، وده برضه كلام هو قاله بعد كده. ومش بس قاله ولا طلع في فيديو وقال ان الغلط كذا واعتذر عنه كمان، لكن انا كلامي هنا لبعض الناس اللي كتبت تعليقات عند الدكتور محمد الغليظ باسلوب وبطريقه مش طبيعيه. لان الغريب انك تكون عارف الشخص ده وعارف طبيعه حياته من ساعه ما شفته على السوشيال ميديا وتطلع تقول عليه كلام زي كده. لان سمعت ناس كاتبه في التعليقات عنده وانت كمان طلعت مطبلاتي، وناس تانية تقول انت بقيت نسخه تانية من الداعيه فلان الفلاني، وواحد كمان يطلع يقول لك انت دقنك دي معرفش ايه، وناس تانية تقول واحنا اللي كنا فاكرينك كويس. فانا سؤالي للطائفة دي او للناس اللي بتبقى من النظام ده، لو عالم من العلماء او شيخ من المشايخ اخطأ في مسألة نموته ونسلخه ونطير كل العلم اللي عنده واللي اخدناه منه طول السنين اللي فاتت دي علشان غلط؟ انتوا بتحسبوها ازاي؟ الغريب ان اغلب الناس اللي متابعه السوشيال ميديا عارفين مين هو الدكتور محمد الغليظ وعارفين منهجه ايه كمان، يعني مش محتاج مزايده من حد، وكلنا عارفين جهد الدكتور محمد الغليظ في نشر العلم بين الناس وبالذات فئه الشباب. فرجل نحسبه من الصالحين ولا نزكي على الله احدا. والموقف ده بيظهر ان في بعض الناس عايزه تسقط القدوه عند الشباب وبالاخص الدعاه اللي عندهم قبول عند الشباب. الدكتور محمد لما طلع واعتذر الراجل كان صريح وقال ان انا ما كنتش محضر كويس وما كانش ينفع اهزر في موضوع زي ده. انا اخطأت. طيب اخطأت في ايه؟ في اكتر من حاجة. انا لما اتكلمت عن حاجة حساسة زي الناس اللي اتظلمت او الناس اللي ممكن يعني حصل لها اتحبست او كده، كنت بتكلم او هتعرض لاي ظلم على فكرة. يعني ممكن حد حبس او حد ظلم باي طريقة كانت، اتكلمت وهزرت، وده غلط بصراحة. ده غلط. يمكن الطبع غالب، انتوا عارفين الناس اللي بتسمعني يعني الطبع غالب، ولكن يعني لا، كان غلط طبعا، لان هي حته حساسه قوي. فلما تيجي في حته حساسه زي دي، وبالذات ان في بعض الناس موجوعه قوي لان التجربه ممكن تكون شخصيه، فما كانش صح ان انا اتناول الموضوع واهزر في حته زي دي او اتريق. فطبعا لا، اخطات وبعتذر عن كل ده. ولو في حاجه تانية انا مش عارفها فانا بعتذر عنها ما دام اخطات فيها، مفيش شك. وانا ما عنديش على فكره، دي نقطه مهمه جدا جدا، ان انا يعني اخطات اعتذر، هو ده الصح. يعني الراجل لما اخطأ طلع وقال واعتذر وقال انا اخطأت. فانا عايز اوصل للناس برضو ان توضيح الغلط لما بيقع من المشايخ مش معناه اني بهدم الشيخ ولا بهدم علمه. فاوعى تكون فاكر ان لما بقول ان الشيخ اخطأ في مسألة من المسائل الفلانية ده معناه ان انا ارمي الشيخ وارمي علمه ومش عايز منه حاجة. لو فهمت كده تبقى انت اللي غلطان. توضيح الخطأ والنصح ده واجب مع احترام العالم والشخص اللي انت بتقدم له النصيحة. النبي صلى الله عليه وسلم قال الدين النصيحة. قلنا لمن؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. يعني النصيحة للكل، لكن تكون بأدب واحترام للشخص اللي انت بتقدم له النصيحة. اتمنى كده الموضوع يكون واضح واشوفكم على خير ان شاء الله الفيديو الجاي. السلام عليكم. ألست المصطفى خير البرايا وأكملهم جمالا وانتسابا، بنورك أشرق الإيمان فينا